بداية أتقدم بالتهنئة للشعب الأمريكي الصديق على رسم أروع أنواع الديمقراطية في الانتخابات الأمريكية الرئاسية، كما أنني أتقدم بالتهنئة للسيد الرئيس ترامب على هذا الفوز الساحق والذي يستحقه من الشعب الأمريكي. وهنا أوجه رسالة سورية للشعب السوري المعذب: يا سيادة الرئيس، أنت أعرف وأعلم بما يعانيه الشعب السوري وما حصل للشعب السوري، وهو غريب في كل المقاييس، في التاريخ، في الأسلوب. ليس هناك صراع بين دولة ودولة، بل هناك ديكتاتور متوحش أراد أن يبيد الشعب، أراد أن يشرد الشعب من أجل بقائه في السلطة. فنحن نعشق الحرية ونكره الدماء، لكن واجهنا أبشع أنواع الإبادة والتعذيب والقهر من قبل هذه الدكتاتورية، وأنت أعلم جيدا بما عانى الشعب السوري. لقد استطاع الشعب السوري برجاله وشبابه الأبطال أن يوثقوا وأن يصلوا إلى كل الأرض، وصلوا إلى الكونغرس الأمريكي، وصلوا إلى مجلس النواب، وثقوا جرائم هذا النظام. وهناك قرارات وقوانين ووعود للأسف إلى الآن ينتظر المعذبين أبواب العدالة أن تفتح. أهم شيء في السلام من أجل أن يستمر وأن يتنامى هو بوابة العدالة. في حال غابت العدالة، هذا السلام يعني صفقة مع القتلة، مع المجرمين، مع الخارجين عن القانون. لقد كان لي شرف أني دعيت إلى البيت الأبيض في عهد الرئيس جورج بوش، وكان لقاء مهما جدا. واليوم أؤكد لك يا سيادة الرئيس ما قلته في تلك الجلسة: نحن لا نريد احتلال لأرضنا، ولا نريد حروب، لكننا نريد العدالة. نريد العدالة، نريد العدالة. كلنا أمل يا سيادة الرئيس. ملايين السوريين المظلومين المقهورين المشردين يتمنون من سيادتك أن تضع الملف السوري في الأولوية حتى تفتح أبواب العدالة للوصول إلى السلام ومحاسبة المجرمين القتلة الخارجين عن كل القوانين في الأرض. نتمنى لك التوفيق يا سيادة الرئيس. عشتم وعاشت الحرية وعاشت الكرامة، ونتمنى الفوز للشعب السوري بالحرية مع الشعب الأمريكي، وكل الشكر.